سن انا كبرت، احفظ ايه بس؟ يعني مش هقول لك احفظ امتى يا سيدي، ربنا يدينا طولة العمر مع حسن العمل يا رب والعافية يا رب، اللهم امين. بس انا سني كبير بقى، الامكانيات الذهنيه، وانت عارف الالزهايمر المبكر. يا جماعه يا جماعه، علميا القران من اهم اسباب الوقايه من الالزهايمر. يعني انت ما تقوليش كبرت، ده انت ربنا هينجد لك عقلك بعد الشتات والتفكير في مليون حاجه اللي خلى كلنا بقينا بننسى اسماء الاشخاص اللي احنا طول عمرنا عايشين معاهم. بقينا بننسى اقرب التفاصيل، اسماء المحلات، اسماء. طب احنا بننسى. طب انا كده، ده القران اصل سبحان الله لما تحفظي مثلا سوره النساء، ده كلام علميا اصلا خطير جدا. وكان الله عليما حكيما في الايه بتاعت انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. وكان انما بقى الثانيه ان الله كان عليما حكيما. لا طب احفظها ازاي دي؟ وكان الله عزيزا حكيما، ان الله كان بما تعملون خبيرا. انما الثانيه وكان الله بما تعملون خبيرا، انما الثانيه وكان الله سميعا بصيرا، انما دي وكان الله سميعا عليما، انما دي وكان الله على كل شيء شهيدا، انما دي وكان الله ان الله كان عليا كبيرا. انت اصلا مجرد انت فاكر ان الكلام ده المتشابهات القرآنية من اكتر الحاجات اللي بتقوي الذاكرة في الحياة. ده انت قاعد تفتح مسالك دماغك تاني. فانت السن ما تقوليش السن، انت ربنا يحافظ على عقلك بسبب القرآن.